السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي بقى نحافظ على التوازن بتاع الشعر؟ نحافظ ازاي على توازن المكونات. ازاي اعمل الحركة دي؟ بصوا، اول حاجة هحدد نوع الشعر. ده لازم انا هعمل تركيبة اهو، اروح على الشعراية، الشعر اللي انا هعمله تركيبة ده نوعه ايه؟ شكله ايه؟ دهني ولا جاف ولا مسبوغ ولا مثلا المسامية بتاعته طبيعتها ايه؟ على اساس احدد انا هعمل ايه. تاني حاجة، اختار الهدف من المنتج، مش صارفة ومكلفة، لا يا حبيبتي، ده حسب الهدف. انا عايزة اعمل ايه؟ عايزة ترطيب ولا اصلاح ولا حماية ولا لمعان؟ انا شخصيا من النوعية اللي مش بحب احط في المنتج بتاعي 50 حاجة و50 مش عارفة ايه، ولا كل حاجة في المعقول يعني. تالت حاجة، توزيع النسب. خلينا نقول توزيع النسب. انا بعمل ايه في توزيع النسب؟ ودي قاعدة، من 60 ل70% ده بيكون مكون مائي في العادة زي مية والوفيرا. من 10 ل20% ده دهون. من 1 ل5%، 5 لا بالعربي بقى كله، ده بروتين متحلل. من 1 ل3% ده سيليكون او اي عامل حماية انت بتختاريه، بس سيليكونات يعني. والباقي بيبقى مواد حافظة بقى مواد حافظة الباقي. طيب انا هنا قايله من 60 ل70%. نوع الشعر مثلا دهني، فانا هخلي بقى النسبة الأعلى هو الماء. يعني أنا من 60، يعني عندي 60 65 63 64 لحد ما أوصل ل70. خلي بقى الرقم يميل لل70، يعني 65 100 مثلا. دهون مثلا أنا عندي من 10 ل20 دهون، وهو الشعر دهني، يبقى أنا هخليها 10 مركبات دهنية. أنا مثلا طب لو شعري جاف، خلي بقى بنميل لل20، يعني أخليها مثلا 19 18 15. يبقى فهمتي يعني إيه النسبة دي؟ اختار الهدف انا عايزه اعمل مثلا عايزه اعمل ترطيب، يبقى انا هركز على المرطبات، المكونات المائيه والترطيب اللي انا هستعمله. لو انا عايزه اعمل اصلاح، يبقى انا هركز على البروتين المتحلل. تمام، اشوفك في فيديو جاي ان شاء الله.